هنا بهذا المكان المتواضع ببلدية قديل بوهران يقضي العديد من المواطنين وجبة إفطارهم. نحن هنا عند عمي محمد المدعو ميمي، يقدم أفضل ما لديه من طبق السردين المشوي لزبائنه منذ 20 سنة. أنا هو الحاج ميمي تاع قليل سردينة. أنا في 20 عام هنايا خدام. هم الناس مشترية من كاع لو موند راهم يجوا عندنا، من طاليان، من فرنسا، من اسبانيا، من الشرق، من كل بلاصة. أنا هذا والي تاعي من 2005 نخدم معاه، حبس القرايه ونخدم معاه زعما نعاون فيه. المهم متهلي فينا وحنا متهلين فيه. يبقى المطعم المتواضع يتردد عليه مختلف الزبائن من مختلف ولايات الوطن. جاي المستقنام سبيسيالمون باش ناكلوا السردين هنا هكذيا. اللي بلا ملاح لا باس لا باس، غير السردينه شويه اللي ناقصه شويه. جيت من مستغنى باش ناكلوا السردينه. أنا جاي متموشت وبداري ناكل عنده السردينة ترشقل عليها، راني جاي ناكل عنده 4 سنين ولا 5 سنين رانا نجوا عنده. الحمد لله ناكلوا عنده السردينه مشويه فري، الله يبارك. انا نجو ناكلوا سردينه حنايا باسكو فيه هرد شويه غاليه. في ظل الارتفاع الرهيب لأسعار السردين، إلا أن عمي محمد خالف كل التوقعات ويقدم هذا الطبق ب200 دينار جزائري.